السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي، اهلا بكم في ملعب الورداني. فين الناس اللي طلعوا يقولوا وين والشتي وفين والشتي؟ اهو الشتي جه كله رصاص وتلج، لا فيست نافع ولا كوفية نافعة ولا جواكت، الواد عامل زي رواد الفضاء اهو. احنا بعد كده هنفصل حرفيا بطاطين، لكن في الاول والاخر الحمد لله على كل شيء. في البدايه حابب اخوكم ما تنساش اللايك والشير، وعاوز اشكر كل حبايبي اخواتي احلى جيش الهستيريانز والجيش الورداني اللي دايما بيدعمونا سواء في الكومنتات او في الرسائل اللي بتجيلي. لما اشكر الناس لما اشكر الله. حلقه النهارده فيها تفاصيل مهمه جدا، بس في البدايه رجاء من كل اخواتي وحبايبي قبل ما نبدا في الحلقه مع بعض نصلي على اشرف خلق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين على الخلق كل نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، ولتني راضي بالرحمه والمغفره. اللهم ارحم ابي رحمه واسعه واغفر له واجعل مرض شفيع الله يوم القيامه. اللهم نور قبره واجعله روضه من رياض الجنه. اللهم اسكن فردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا وموتى المسلمين اجمعين. ربنا يحسن خاتمتنا جميعا. ربنا يحفظ اخواتنا فلسطين وينصرهم ويزيل هذا الكرب والبلاء الغاشم الضعيف، امين يا رب العالمين. ونبدا بسم الله. من فتره اتكلمنا وقلنا ان المسؤولين بالنادي الاهلي كانوا بيتعاقدوا مع المهاجم النيجيري بيرنس اموس مهاجم اكاديميه 44، لكن صرفوا النظر نهائيا في التعاقد مع المهاجم النيجيري واستقروا ان هم يتعاقدوا مع 2 لعيبه من غانا من ال5 لعيبه اللي جم عشان يقضوا فتره معايشه في النادي الاهلي، واستقروا على ان هيتم قيد 2 لعيبه خلال الساعات اللي جايه. المهاجم صامويل اوبونج 18 سنه واللي تالق وظهر بمستوى جيد في ماتشين وديين وسجل اهداف مع النادي الاهلي. الباك شمال ديفيد صاحب ال 18 سنه. وبما اننا بنتكلم عن مركز المهاجم والباك شمال، المهاجم الجديد الفلسطيني وسام ابو علي اتصاب بشد في العضله الخلفيه في تمرين النادي الاهلي، وعمل الفحوصات الطبيه وتم تحديد البرنامج العلاجي والتاهيلي ليه عشان يتم تحديد موقفه. هل هيشارك مع النادي الاهلي في ماتش شباب بلوزداد الجزائري اللي هيكون يوم 16 اللي جاي في المواجهه الرابعه من مرحله المجموعات في دوري ابطال افريقيا ولا لا؟ الجهاز الطبي هيحدد موقفه النهائي خلال الايام اللي جايه. كمان علي معلول نجم النادي الاهلي بيغيب عن تمرين النادي الاهلي النهارده بسبب اصابته بنزله برد شديده، والجهاز الطبي برئاسه الدكتور احمد جاب الله فضلوا ان هم يعفوه من التمرين عشان يقدر يتعافى بسرعه ويرجع يشارك في التدريبات الجماعيه تاني مع فريق النادي الاهلي. بنتمنى لهم الشفاء العاجل وهم كل لاعبين مصابين ان شاء الله. قدر الله ما شاء فعل وكلن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. عالمي بيرسي تاو ماو فاو الجنوب افريقي بعد تألقه مع منتخب جنوب افريقيا وتاهلهم للدور ربع النهائي في ماتش النهارده قدام منتخب كاب فيردي الملقب بالحصان الاسود. بيرسي تاو جاله عروض ضخمه جدا. بيرسي تاو بالرغم من العروض الضخمه اللي اتقدمت له مفضل انه يكمل ويجدد عقده مع النادي الاهلي. بيرسي تاو عقده الحالي مع النادي الاهلي $1,400,000 وطالب ان عقده يكون $1,700,000 مع زياده سنويه في عقده $100,000 لمده 3 سنين. المسؤولين بالنادي الاهلي عرضوا عليه ان عقده هيكون $1,500,000 مش $1,400,000 وزياده سنويه في عقده $100,000 مع المميزات الثانيه في عقده، المكافآت اللي ليها علاقه بتسجيله للاهداف وحصوله على البطولات. وبنسبه كبيره بيرسي تاو هيجدد عقده مع النادي الاهلي. كمان المسؤولين عن التعاقدات بالنادي الاهلي بعد ما تراجعوا عن صفقه مصطفى اشرف نجم خط الوسط بفريق بروسيا مونشنجلادباخ الالماني جددوا المفاوضات تاني وقدموا عرض بقيمه $150,000، لكن المسؤولين بفريق بروسيا طالبين العقد يكون $500,000 ونادي الزمالك قدم عرض بقيمه $350,000. عشان كده الاقرب لحسم الصفقه هو نادي الزمالك. كمان المسؤولين عن التعاقدات بالنادي الاهلي جددوا المفاوضات وبعتوا عرض رسمي لنادي سيراميكا عاوزين بسام اعاره لمده 6 شهور بسبب اصابه محمد الشناوي. المفروض العرض ده يا جماعه كان يتقدم من بدري لان القيد هيتقفل يوم الثلاث اللي جاي، وحتى لو بسام جه قبل قفل باب القيد بسام مش هيشارك مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا لان تم غلق القائمه الافريقيه. بالنسبه لاخر اخبار الفارس الابيض نادي الزمالك يوم الاثنين اللي جاي الساعه 7 مساء هيتعمل مؤتمر صحفي هيتعلن فيه عن الصفقات الجديده والمدير الفني الاجنبي الجديد البرتغالي جوزيه جوميز، وبعد كده هيتعلن عن كل التفاصيل. وبالنسبه لعقد المدير الفني الجديد جوزيه جوميز لمده موسم ونص في حاله انه ياخد مع النادي الزمالك الكونفدراليه الافريقيه وفي حاله ان احنا نتاهل لدوري ابطال افريقيا. وده بند صريح في عقد جوزيه جوميز مع نادي الزمالك. لو ما حققش مع نادي الزمالك الكونفدراليه الافريقيه ولو ما تاهلناش لدوري ابطال افريقيا هيتم فسخ العقد بالتراضي. مفيش بقى لا شرط جزائي ولا مش عارف كام مليون وكام الف ولا محاكم ولا مستحقات ولا ازمه كده ولا اي الكلام ده. عاوز اشيد بدور المسؤول اللي حط البند ده في عقد جوزيه جوميز لانه فعلا عنده رؤيه وبذكاء عرف يرضي الطرفين، وكان نفسنا نشوف الكلام ده بيحصل مع روي فيتوريا اللي ماشي خلاص عمال ينده في الجوامع فلوسي فلوسي ومستحقاتي، وشويه واحد يقول لي ادوا له يا جماعه فلوسه من الجايزه ال $800,000 اللي خدناهم من دور ال 16 وكلام ملوش لازمه. وشفنا تصريح الكابتن حسن شحاته وقال لازم يا جماعه يتعمل لجنه فنيه باتحاد الكوره كل ليهم راي هم اللي يقولوا مين يجي ومين ما يجيش بالتشاور بينهم. يا جدعان قسما بالله احنا محتاجين منظومه كامله وطاقم العيانين دول حرفيا لازم يروحوا، مش مجرد لجنه فنيه بس، منظومه كامله. انا لو مسؤول، انا لو مكان وزير الشباب والرياضه لازم كله يتحاسب عن الكارثه دي.
تبقى مسؤوليه تضامنيه، مش فكره حازم امام بس. ما هو مش حازم امام ده مش لوحده، ما هو عرض الكلام ده على المسؤولين، حازم امام وبركات واعضاء الاتحاد. دي مسؤوليه تضامنيه، لازم المسؤولين دول يقدموا استقالتهم. وقلت لو اعلنوا المسؤوليه التضامنيه دي، ده اللي هيشفع لهم عند الشعب المصري، ده لو بيحسوا. حبايبي يا اخواتي، الحلقه عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم دي بنزلوا. شفتونا، اوريكم في كومنت. سلام.